وبنعجن بالزبادي وباللبن، نحط عليه نسبه سكر مع ملح السمنه البلدي والسمنه البلدي. ده حواوشي لحمه. قول لي بقى يعني اسرار الحواوشي، لان انا بنشوف انواع مختلفه وحواوشي بيبقى رخيص قوي وحواوشي، ايه القصه بقى بتاع الحواوشي؟ هو حضرتك في الاول وفي الاخر الموضوع ضمير، عمليه ضمير، الانسان لازم يتقي الله في شغله. واحنا نسمع كتير عن الحواوشي ان هو بيخش له حاجات مش عارف ايه، لا احنا الكلام ده مش عندنا. احنا بنعمل عجينه بنفسنا، بنعجنها عجينه تعتبر عجينه بيتزا. نجيب دقيق 5 نجوم وبنعجن بالزبادي وباللبن، نحط عليه نسبه سكر مع ملح السمنه البلدي والسمنه البلدي. احنا طول عمرنا بنعمل حواوشي، بقى لنا 36 سنه بنعمل حواوشي. ده اصل الصنعه بقى اللي انت وارثها؟ ايوه. ابا عن جدا ولا؟ لا، هي الوراثه من بدايه تاني، من اولها. انا والدي كان راجل موظف كبير يعني. لكن انت احترفت المهنه دي. اه. انت دلوقتي التتبيله اللي قدامك دي بقى ايه؟ حواوشي ايه؟ ديت يا سيدي لحمه. دي لحمه. العجينه دي احنا بنعجنها احنا، ودي لحمه مع نسبه دهنه مع شويه بصل. طب ليه نسبه الدهنه بقى؟ لازم الحواوشي يكون فيه دهنه علشان العجينه تشرب منه وتديها طعم. تدي طعم وتساعد يعني بقولوا كده بالفلاحي يبقى بينزل السمنه. ايوه، وتساعد على احمرار الرغيف، الرغيف يبقى احمر.